كلنا كنعرفوا أن رمضان على الأبواب، يعني رمضان ما بقى ليه والو، وهذا يعني أيضًا أن نمط الحياة اللي كنا متعودين عليه غادي يتغير، والإنسان بطبيعة الحال باش يواكب هذا التغيير كيخصو الوقت، وبما أنه ما يسمى به الوقت ما بقاش عندنا وما يمكنش لينا نخسروه، وإلا خسرناه غادي يخصنا بزاف، فقررت أنني نعطيكم برنامج للمراجعة في رمضان، باش ما تبقاوش تالفين، وحيت يبدا الشهر ديال رمضان إن شاء الله يلقاكم عارفين السيستم اللي غادي تمشيو عليه. أولًا قبل ما نشارك معاكم البرنامج ديال رمضان، قررت أني نعطيكم مجموعة ديال النصائح، وهاد النصائح كونوا على يقين أنهم مهمين بزاف وغادي ينفعوكم إلا تصنتوا ليهم قبل ما نعطيكم البرنامج، وهما عندهم واحد الأهمية اللي هي كبيرة باش هاد البرنامج هذا ينجح ليكم في رمضان، وما يضيعش ليكم الوقت في رمضان. فأول نصيحة في هاد الفيديو هي أنك خاصك تغيّر الفكرة ديالك على شهر رمضان. علاش؟ لأنه كاينين جوج الأنواع ديال التلاميذ، كاين النوع الأول اللي هو كيشوف الشهر ديال رمضان فرصة ذهبية يعني خاصو يستغلها بطريقة ذكية وباش يراجع ما يضيّعش مازال باقي الوقت، ويعني داك الشي اللي فاتو ولا الوقت اللي ضاع ليه شحال هادي يحاول أنه يعوضو في الشهر ديال رمضان. وكاين النوع التاني واللي كيبان ليه أن رمضان هو واحد العبء اللي كبير بزاف، بحكم أننا كنبقاو صايمين النهار كامل وما كاينينش مصادر ديال الطاقة. فإلا كنتِ من هاد النوع هذا اللي كيشوف أن رمضان يعني عبء علينا وما يمكنش يعني ماشي شي شهر لأنه ممكن نستغلوه، فأول حاجة خاصك ديرها هي تغيير هاد الفكرة هادي باش تنجح في هاد البرنامج هذا. تاني نصيحة من بعد ما نغيّروا الطريقة ديالنا والرؤية ديالنا لرمضان، يعني نولّوا نشوفوا رمضان بطريقة اللي هي إيجابية، هي حاول قبل ما يدخل رمضان توجد المكان اللي كتراجع فيه، بمعنى مثلًا عندك un bureau ديالك فاش كتراجع، هذاك البيرو حاول أنك تقرّب منك جميع الكتب ديال المراجعة ديالك، مثلًا كنتِ كتقرا في الباك وعندك كتب كتستعملهم باش تاخد منهم les informations حاول أنك تقرّبهم ليك. مثلًا عندك الجهوي الدفاتر ديال المراجعة ديالك للجهوي، الكتب اللي كتراجع بهم الجهوي، يعني الامتحانات ديال الجهوي، حاول أنك تقرّبهم ليك، سواء كاين حداك شي مجار، سواء يعني إلا كانوا في شي بلاصة بعيدة حاول تقرّبهم ليك، أو même temps إلا كانوا عندك شي وراق ديال الوساخ ولا مثلًا وراق ما مستغلهمش ولا ما عندهم حتى شي علاقة مع الامتحان ديالك، حاول أنك تخلّص منهم قبل رمضان. علاش غتقول لي غنديروا هاد الشي كامل؟ لأنه حنا بطبيعتنا سبحان الله فاش كنبغيو نراجعوا كاينين جوج د الحوايج اللي كيتحطوا لينا في راسنا، يا إما كيمشي ليك عقلك للماكلة وبما إنه حنا في رمضان دونك راه الماكلة ما غاديش تكون، يا إما كيدوز ليك عقلك لحاجة أخرى واللي هي أنك تنظم المكان اللي نتا فيه، ففي هاد الحالة هادي عقلك كيحاول أنه يشتك على المراجعة يعني بأي طريقة باش يضيع لك الوقت سواء ماشي باش يضيع لك الوقت وإنما هو كياخد الطريقة الأسهل باش ما يستهلكش بزاف ديال الطاقة. فأنت حاول ما تعطيش فرصة لهاد العقل ديالك، وحاول أنك دير كلشي هاد الشي قبل من رمضان، فاش يوصل رمضان تولي مركّز كلشي التركيز ديالك يكون على المراجعة صافي. النصيحة التالتة اللي غادي نقولها لكم واللي هي ضرورية بزاف هو أنك حاول تختار البلاصة اللي غادي تراجع فيها، تكون بلاصة اللي هي هادئة وما فيهاش صداع باش يكون التركيز ديالك كامل على شي حاجة اللي سميتها الباك ولا إلا كان عندك الجهوي تكون على التركيز ديالك على الباك على الجهوي فقط. بالنسبة للنصيحة الرابعة حاول ما تاكلش بزاف، علاش؟ غادي تقول أغلبيتنا فاش كيودّا المغرب كنبقاو غير كناكلو، كناكلو، كناكلو حتى كنوصلو لمرحلة ديال السخفة، فاش كتوصل لديك المرحلة ديال السخفة كتولي كتحس براسك ما بقاتش عندك القدرة باش أنك تزيد تكمّل ولا باش يعني تزيد تراجع ولا دير شي حاجة، كتولي تبان ليك تناموس يا صافي. باش حنا نتخلصوا من هاد المشكلة هادي حاولوا أنكم ديروا واحد القضية في أول نهار ديال رمضان، هو أنه فاش يودّا المغرب ديالكم حاولوا تفطروا ولا تكسروا الصيام ديالكم بالحليب ولا بالماء والتمر، من بعد سيروا تصلوا هو الأول، حاولوا أنكم في نفس الوقت ما تأجلوش الواجبات الدينية ديالكم، لأنه سبحان الله فاش كنأجلوا الواجبات الدينية ديالنا كنلاحظوا أنه كلشي داكشي اللي غنديروه في النهار ديالنا كيولي يتأجل وحتى حاجة ما كتبقاش فيها البركة، يعني حتى شي حاجة ما كدار لينا على حقها وطريقها، فحاولوا أنه يعني الواجبات الدينية ديالكم ديروهم في الوقت ديالهم، كما قلت لكم حيت يودّا المغرب كسروا كسروا الصيام ديالكم بالحليب ولا بالما والتمر، من بعد أدوا الواجب الديني ديالكم اللي هو الصلاة ديال المغرب، ومن بعد نوضوا تفطروا، فاش تفطروا حاولوا أنكم يعني الماكلة اللي كتحط في الطبلة واللي فيها الدسم كتير بحال الزبدة، الزيت،
مثلًا كيحطّوا لكم بريوات، كيحطّوا لكم مثلًا مسمّن، شي حاجة بحال هاكا اللي فيها الدسم كتير خلّوها حتى لمورا التراويح. يعني حاول أنه في الوقيتة من بعد الفطور اشرب جوست يعني الحريرة صافي، شي عصير شي حاجة بحال هاكا، وسير تصلي التراويح عاد داك الشي اللي من بعد اللي كنحطوه من بعد اللي فيه الدسم كتير حتى تجي من بعد التراويح وكُلوا. ورد عليا الخبر غادي تلاحظ أنه التركيز ديالك ما كيمشيش، ما كتبقاش تحس بالسخفة، وحتى كتبقى عندك الطاقة في الليل باش أنك يعني تراجع ودير شحال من حاجة إلا بغيتي تراجع. هذه هي النصيحة اللي مهمة بزاف باش أنه يعني أنا كنعتبر هاد النصيحة ديال الماكلة هي المهمة بزاف، 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 لأنه هي اللي كتأثّر لينا على الليل ديالنا وعلى النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز. من بعد ما نكمّلوا القضية ديال الماكلة وداك الشي، غندوزو للنصيحة الأخيرة واللي هي النصيحة الخامسة، هي حاول قبل ما تنعس دير to do list. وهاد to do list هادي غتحط فيها المهام اللي غادي تراجعهم. وأنا من خلال التجربة ديالي حاولوا أنكم ما تكتروش 2 ديال المواد في النهار. مثلًا اليوم غادي دير التربية الإسلامية، إلا كان عندك الجهوي حاول أنك دير جوج التربية الإسلامية مع شي مادة مثلًا بحال مع الفرنسية، والنهار الآخر حاول دير الاجتماعيات ال مع العربية. بالنسبة للناس توع الباك تقدروا أنكم ديروا واحد النهار ديروا فيه الفلسفة، وفي الليل ديروا فيه الفيزيك ولا مثلا الفيزيك، وتقدروا مثلا واحد النهار ديروا لونجلي مع الاس في تي، وواحد النهار الفيزيك مع المات. المهم حاولوا أنكم كل نهار ديروا فيه 2 ديال المواد صافي. في هاد التو ليست هادي غتعاونكم ديال تعاونكم في أنكم تعرفوا المواد اللي غتراجعوهم في النهار اللي جاي من بعد. مثلا أنت في الليل قبل ما تنعس غادي تحاول مثلا غادي دير أشنا هما المهام اللي غادي ندير. وحاولوا أنكم فاش تكتبوا هاد التو دو ليست ما تبقاوش تقولوا غادي نراجع الفرونسي صافي. حاول أنك فاش تكتب أنني غنراجع الفرونسي، الحوايج اللي غادي تراجع في الفرونسي بالضبط، يعني تحدد الحوايج اللي بغيتي تراجع في الفرونسي باش ما تبقاش تلفهم، باش حيت تجي تبغي تراجع تعرف بالضبط الحاجة اللي خاصك تراجعها. ماشي فاش غادي تكتب أنا غادي نراجع الفرونسي كاينين بزاف ديال الحوايج ما يتراجعوا في الفرونسي، فكتدخل دابا في المرحلة ديال أنك كتولي مشتت. فحنا كنحاولوا ما أمكن أننا نتفاداو التشتيت ونتفاداو أنه يضيع لنا الوقت. دابا وأخيرًا بعد ما كملت لكم هاد ال5 نصائح هادو واللي كنتمنى أنكم ديروا بهم، غندوزو البرنامج اللي هو المهم في هاد الفيديو هادي، واللي داخلين أصلًا عليه باش تعرفوه. وعندنا 2 ديال البرامج، عندنا برنامج صباحي وعندنا برنامج اللي هو ليلي. يعني نتايا عندك 2 ديال الاختيارات، يا إما تختار واحد فيهم، يا إما تختار البرنامج الصباحي يا إما تختار البرنامج الليلي. وهذا الشيء اللي غتعرف عليه من بعد ما تشوفهم، وديك الساعات أنت تختار اللي بغيتي على حسب القدرة ديالك، لأنه كاينين التلاميذ اللي كيقدروا يسهروا بالليل ويراجعوا بالليل. باغ كونطخ كاينين تلاميذ اخرين اللي كيقدروا يراجعوا في النهار وما عندهمش مشكل الا كانوا صايمين، يعني عادي غادي يخدموا عادي الا كانوا صايمين. وانا اصلا حاولت انني من يعني في النهار اللي تكونوا صايمين حاولت انني نحيد لكم هذوك السوايع الا نتوما بغيتوا تزيدوهم. فيلا نبداو باول برنامج اللي هو البرنامج الصباحي، يلا نبداو. فكما كتشوفوا اول برنامج غادي نشاركو معكم هو البرنامج الصباحي. بالنسبه لهذا البرنامج كيهم الناس اللي ما عندهمش القدره انهم يراجعوا بالليل، ولا مثلا يعني التركيز ديالهم كيكون ناقص في الليل باغ كونطخ في النهار كيكون عالي بزاف. فهاد البرنامج حاولت نقسمو لكم على 2 ديال القسمين كما كتشوفوا. كاين قسم اللي من بعد الفجر وكاين القسم الثاني اللي هو من بعد الصلاه ديال التراويح. ف لافونتاج اللي كاين في هاد البرنامج هذا هو أنكم بإمكانكم تزيدوا فيه السوايع. علاش؟ لأنه هاد التوقيت اللي حاطة لكم دابا بالنسبة للأيام العادية، يعني مثلًا أنت في الأيامات العاديين كتدخل من 08:30 حتى ل12:30 ومن 14:30 حتى ل6 ديال 6:30 داكوغ. في رمضان غتولي تدخل مع 9 ديال الصباح حتى ل4 ديال النص حتى ل4:30. يعني أنت في رمضان إلا كان عندك النهار كامل عامر من 08:30 من 9 تاع الصباح، من 9 ديال الصباح حتى ل4:30، فهاد التوقيت غادي يناسب التوقيت ديالك. مثلًا ما كنتيش داخل مثلًا الصباح وعندك العشية مثلًا هي اللي عامرة، فبإمكانك تزيد التوقيت بإمكانك مثلًا بلاصة ما تبدا مع ال5 ديال الصباح بإمكانك ما تبدا حتى ل7 ديال الصباح، ومثلًا تسالي مع ولا تقدر تبدا مع ال5 ديال الصباح وتبقى تقرا حتى ل9 ولا حتى ل10 ديال الصباح. يعني عندك أنت الحرية في أنك تلعب في هذا البرنامج كيف ما بغيتي، وتزيد السوايع كيف ما بغيتي. يعني كل نهار بإمكانك مثلًا النهار اللي تكون داخل فيه مثلًا من 9:30 ديال الصباح حتى ل4:30 راه عندك 5 ديال السوايع ديال القراية. ما كنتيش داخل مثلًا مع 9 ولا مثلًا ما داخل حتى ل11 ولا ما داخل حتى ل12:30 راه عندك
بإمكانك تزيد من ساعتين حتى ل3 سوايع على هاد البرنامج هذا، يعني بإمكان يكون عندك في الtotal ديال السوايع اللي تقدر تقراهم في النهار راه أكتر من 8 ديال السوايع، يعني من 6 ديال السوايع 7 حتى ل8 ديال السوايع إلا كان عندك الوقت خاوي. دونك أول حاجة كما كتشوفوا كما قلت لكم قسمت لكم التوقيت ديالكم على قسمين، القسم الأول كاين عندنا من بعد الفجر اللي غيبدا من 5 ديال الصباح حتى ل8 ديال الصباح، هاد 3 د السوايع هادي وبإمكانها تكون حتى 4 ولا 5 إلا بغيتو، إلا كان عندكم الوقت خاوي في الصباح مثلًا. المهمة اللي ديروا فيها حاولوا أنكم تخصوها المهام اللي كيكونوا فيهم يعني الحفظ، يعني مواد ديال الحفظ، مثلًا أنت كان عندك الباك فبالتأكيد غادي دوز الامتحان ديال الباك في الفلسفة وغادي دوزو في l'anglais، فحاول أن هاد المدة ديال الصباح تخصصها لمواد بحال الفلسفة واللونجلي. بالنسبة اللي عندهم الجهوي بإمكانك سواء تراجع الإسلاميات ولا الاجتماعيات، مثلًا عندك الإسلاميات بإمكانك من بعد ما تصلي الصلاة ديال الفجر تنوض تحفظ شوية من سورة يوسف، يعني واحد الجزء من سورة يوسف ومن بعد دوز لشي درس ديال التربية الإسلامية. لا ميم شوز بالنسبة للاجتماعيات بإمكانك تحفظ درس ديال الاجتماعيات ويعني وعادي بحال هاكا. بالنسبة للقسم التاني هو القسم اللي غيكون في العشية، بالنسبة يعني في الليل ماشي في العشية وإنما بالليل. بالليل غيكون عندك من 10 ديال الليل حتى ل12 ديال الليل، كما قلت لكم إلا كنتو مثلًا داخلين هنا من 9 ديال الصباح مثلًا وعندكم عشية خاوية ولا عندكم غير ساعة بالعشية صافي وخارجين قبل من 16:30 بإمكانك تجي ترتاح واحد شوية ولا تجي تراجع directement باش مع ديك 6 تقريبا تنوض من حدا البيرو ديالك، دونك راه عندك يعني quelques heures اللي تقدر تزيدهم نتا من عندك داكوغ. ففي هاد المدة هادي كما قلت لكم من 10 ديال الليل حتى ل12 ديال الليل بإمكانكم تخصوها لمادة علمية بحال الSVT المات ولا الفيزيك، ولا تقدروا تعطوها بالنسبة للناس اللي عندهم الجهوي العربية ولا الفرنسية، فساعتين راها كافياكم. وكما قلت لكم إلا كانوا عندكم مثلًا خارجين بكري، مثلًا عندكم غير الصباح اللي عامر والعشية عندكم خاوية، بإمكانكم تستغلوها في أنكم تقراو بالعشية. المهم راه لي زومبلوا دو طون بالنسبة المدارس اللي عمومية راه عندهم مثلًا كيكونوا داخلين بارفوا مع 08:00 وكيخرجوا مع مع 12 وما بقاوش كيقراو بالعشية. لا ميم شوز مثلًا بالنسبة للعشية كاين اللي كتكون عنده الصباح خاوية والعشية عامرة، يعني أنت بإمكانك تلعب في هاد التوقيت كيف ما بغيتي. فكما كتشوفوا هذا هو البرنامج الليلي، هاد البرنامج هذا أنا هو اللي كنفضّل. غتقولوا لي علاش؟ لأنه كما البرنامج الصباحي عنده مميزات اللي هما بإمكانك تضيف السوايع إلا كنتي مثلًا خارج بكري ولا ما داخلش بكري وبإمكانك يعني تزيد السوايع من عندك، هاد البرنامج حتى هو عنده مميزات أخرين وهما مثلًا بالنسبة للناس اللي بحالي أنا، مثلًا أنا في النهار كنلقى مشكل هو أنه ما كيكونش عندي التركيز، يعني كيكون معمّلين الدار خصوصًا إلا كانت الدار صغيرة، هو أنك خاصك تنوض تمشي وتعاود ترجع كيعيطوا عليك شحال من حاجة خصوصًا في رمضان كيخصك دير شحال من حوايج وتعاون فهمتوا؟ فأنا بالنسبة ليا في هاد البرنامج ديال الليل كنحس براسي أنه فاش كنكون في الليل كلشي الناس كيكونوا ناعسين، يعني كنكون أنا بوحدي في الدار، يعني حتى واحد ما كيبرزطني، كيعجبني نشرب كاسي ديال القهوة وأنا كنراجع، كيعجبني نحط حدايا الما نبقى نشرب في الما، يعني كنحس براسي أنه مرتاحة وحتى الليل كيكون يعني كلشي بنادم هادئ، يعني كيكون واحد الهدوء وواحد الصمت. المهم كاينين الناس اللي كيعجبهم هذا البرنامج بحالي أنايا، كيما كتشوفوا حاولت أنه نقسمو حتى هو لقسمين، كاين القسم الأول من 10 ديال الليل حتى ل1 ديال الليل، فهاد القسم الأول هذا غنخصوه لمواد ديال الحفظ، من 1 و10 دقايق حتى لديك 4 ديال الصباح. أنا عطيتكم 10 دقايق باش تنوضوا يعني تتمشاو فيها واحد شوية باش تبدلوا يعني يعني ضروري خاصكم تحركوا شوية ما تبقاوش غير جالسين حدا البيرو لأنه التركيز كينقص. بالنسبة هاد 3 سوايع هادي الأخرى غادي تحاولوا أنكم تعطوها المواد العلمية، هي تختار واحد المادة من بين هاد المواد، وكما سبقت وقلت لكم حاولوا أنكم ما تكتروش كتر من 2 ديال المواد في النهار، حطوا 2 ديال المواد اللي غادي تراجعوهم، 2 ديال المهام اللي خاصكم ديروهم في النهار، لأنه إلا درتو بزاف ما غاديش ديروا حتى وحدة فيهم. وإن شاء الله ترقبوا فيديو اخر ديال كيفاش مثلا كاينين الناس اللي كيقولوا مثلا كيراجعوا في الاخر كيحسوا براسهم بحال ما داروا والو. غادي نعطيكم الحل ديال هذه المشكله هذه قبل ما يفوت الاوان. لا ميم شوز بالنسبه للناس اللي عندهم الجهوي اللي كيقول لك مثلا انا الاجتماعيات ما كنقدرش نحفظها، غنوريكم واحد الطريقه اللي واعره بزاف وحاولوا انكم تطبقوها في القريب العاجل باش يعني تفادوا ديك الفكره ديال راه ما كنقدرش نحفظ ولا شي حاجه. خليكم حتى لا فيديو الجايه ان شاء الله وكونوا على يقين ما بقيتش غادي نبقى نطلع عليكم بزاف ونتلاقاو في فيديو جديده. وإلا كنتي اول مره كتشوف القناه ديالي ومازال ما اشتركش ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس
ولا بغيتو مثلًا تزيدو يعني تطرحوا عليَّ أسئلة أخرين غادي نحط لكم الإنستجرام ديالي، راني حليت إنستجرام جديد، صيفطوا ليا فيه راه غتلقاو فيه كلشي، يعني ومثلًا عندك شي تساؤل ولا مثلًا ما عرفتيش كيفاش تنظّم وقتك في رمضان واخا تفرجتي في هاد لا فيديو هادي، ولا مثلًا بغيتي نعاونك أنك تنظّم يعني دير واحد l'emploi du temps في رمضان، ما عليك إلا تصيفط ليا في الإنستجرام ديالي اللي هو جديد هنايا، ونخليكم حتى لا فيديو الجاية إن شاء الله.